ليه الصلاة هي الركن الوحيد من الإسلام الذي لا يسقط عن المسلم تحت أي ظرف؟ الفيديو ده من الحاجات اللي هتغير نظرتك عن الصلاة 180 درجة. أنا مش بسألك عن أهمية الصلاة ولا عن عقوبة تركها، أنا بسألك ليه هي ما بتسقطش. يعني الزكاة بتسقط عن الفقير، الصوم بيسقط عن المريض، الحج بيسقط عن غير المستطيع إليه سبيلا. الصلاة بقى لأ. يعني في الحديث في صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ليه؟ طب ما تسقط بقى زي باقي الأركان التانية. أنا زيك كنت بسأل نفس السؤال ده كتير جدا، وأغلب الإجابات ما كانتش بترضي فضولي، وكنت حاسس إن لسه في إجابة تانية، لغاية ما لقيت الإجابة في أعظم محاضرة سمعتها في حياتي على الإطلاق، تفسير سورة الفاتحة للشيخ بدر المرعي في ختمة الاستهداء بالقرآن، وهسيب لكم اللينك بتاعه، واللي سمع المحاضرة دي هيعرف أنا ليه قلت أعظم حاجة سمعتها في حياتي. هو اداني الإجابة اللي أنا كنت عايز أسمعها. كان بيتكلم في شرح آية إياك نعبد وإياك نستعين، فبيشرح ليه بقى كلمة نستعين بعد كلمة نعبد، فقال كلام عظمة إن إحنا بنستعين بالعبادات على أداء العبادات التانية. فالعبادات عبارة عن سايكل، دايرة كده كلها متصلة ببعضها، فمجرد ما تدخلها كل عبادة بتسهل عليك أداء العبادة اللي بعدها. يعني مثلا أنت في البيت عملت معاهم مشكلة وزعقت لهم مثلا، وبعدين سمعت الأذان فرحت تصلي، فبعد الصلاة حسيت نفسك هديت شوية، وبعدين بعد ما صليت وارتحت شوية لقيت حد فقير في الشارع، فبقى سهل عليك ان انت تديله صدقه، وبعدين الصدقه شرحت صدرك كده، فروحت البيت حسيت ان انت غلطت معاهم فاعتذرت لهم. فالصلاه سهلت الصدقه، والاثنين سهلوا بر الوالدين. او مثلا رحت تصلي في الجامع فشفت المصحف قرات ربع، وبعدين بعد الصلاه قعدت شويه تذكر ربنا، كلها عبادات. كمان اتكلم في نون الجماعه، ليه نستعين مش استعين؟ ده لان احنا اصلا بنعين بعض على اداء العبادات واحنا مش حاسين. بمعنى في حد فقير فانا بعينه على اداء عباده الصبر على الفقر بتاعه بان انا اديله الزكاه اللي هي فرض عليا، او حد مريض فانا بعينه على عباده انه يصبر على مرضه بعباده ان انا اروح ازوره. سايكل. فطول ما انت في دايره العبادات فهي الدايره شغاله مع نفسها، بمجرد ما تقطع الصلاه فانت خرجت من الدايره دي، انت شديت الفيشه فالدايره بتقف. والموضوع ده اصلا انا لاحظته في الحياه. يعني مثلا انت لما بتروح الجيم تبدا تهتم بصحتك، تلاقيك تلقائي بتبدا تهتم بشكلك، تهتم بعلاقاتك، تهتم بمستقبلك، هو بتلاقيه دخل دايره تطوير ذاته، فكل حياته بتتطور بقى، فبتلاقي حياتك كلها بتتطور مره واحده، وبعدين لما توقف كل حاجه بتقف. او مثلا ساعه ما حد يدخل دايره الشغل بيلاقي في قدامه 1000 فرصه شغل جديده، ممكن يغير شغله كده، بس ساعه ما يقعد من الشغل ما بيلاقيش. اين ذهب الشغل؟ هو موجود بس انت اللي خرجت من الدايره بتاعته، فخروجك من دايره العبادات بيصعبها عليك. عشان كده امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بيقول ان للقلوب اقبال وادبار، فان اقبلت فاحملوها على النوافل، فان ادبرت فاقتصروا على الفرائض. الاوقات اللي هو بتحس قلبك مش مقبل قوي على ربنا وعلى الطاعات، فافضل ملتزم بالصلاه، عشان هتفضل هي حلقه الوصل بينك وبين دايره العبادات، فمجرد ما بتبطلها انت خرجت بره الدايره. فالموضوع بيبقى اصعب كمان، مش ان انت ترجع لعالم العبادات، لا، ان انت ترجع للصلاه نفسها. عشان كده الصلاه هي الركن الوحيد الذي لا يسقط، لانها هي حلقه الوصل، فهي بتفضل مسهله عليك اقامه باقي العبادات، وده سبب ان الصلاه هي عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين. دي حاجه غيرت في تفكيري كتير، فواثق برضو انها هتغير في تفكيرك. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.